فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تتزوج حفصة خير من عثمان، ويتزوج عثمان خير من حفصة. زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام نظر عمر رضي الله عنه في حال ابنته فرق قلبه لها، فذهب إلى أبو بكر فعرض بنته عليها، قال: يا أبو بكر، أنا عندي حفصة ابنتي، فهل لا تزوجتها؟ فامتنع عن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذهب إلى عثمان قال: يا عثمان، أنت متزوج وأنا عندي ابنتي حفصة، هل لا تزوجتها؟ فسكت عثمان، قال: لا حاجة لي بالزواج. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما بالك يا عمر؟ قال: عندي ابنتي حفصة وعرضتها على أبو بكر ما تزوجها، عرضتها على عثمان ما تزوجها. طبعا عمر باقي ما عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف؟ أنا ماني متخيل ولا متوقع أصلا، فأنا عرضت على أبو بكر وعثمان رفضوا. فتزوجت حفصة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خير منه، وتزوج عثمان برقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي خير من حفصة رضي الله عنهم أجمعين.